الرز المعمر طلع من الفرن. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي موجودين على القناة، واهلا وسهلا بكل اللي انضم للقناة جديد. نورتوني وشرفتوني وزودتوني، وان شاء الله نكبر مع بعض والقناة تكبر مع بعض، وهي واحدة واحدة، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. معايا النهاردة بسبوسة. هعمل النهارده بسبوسه بكيس البسبوسه الجاهز دون، ومعايا البيكنج باودر وفانيليا ونص ليمونه للشربات. يلا ايه نعمل المقادير واحده واحده مع بعض. اول حاجه اجيب حله احط فيها كوبايتين سكر، ادي كوبايه، وادي كوبايه تانية. عشان نعمل ايه الشربات بتاع البسبوسه نحط 3 كوبايات ميه، كوبايتين سكر نحط عليهم 3 كوبايات ميه. انا عن نفسي بعمله كده، مش عارفه بقى ايه، طبعا كل واحد ايه ليه طريقه وليه مقدار. ادي الكوبايه التانية، وادي الكوبايه التالتة، نص ليمونه بس. وارفع بقى المكونات دي على النار، واحط له كمان الفانيليا، وارفع المكونات بتاعتي على البوتاجاز، واسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده هون كده بالشكل ده. هضيف عليها نص معلقه بيكنج باودر، مش هضيف الكيس كله، هاخد بس زي ما انتوا شايفين كده معلقه بيكنج باودر، معلقه، يعني ما تحطيش الكيس كله. هضيف كوبايه زبادي، 3 معالق سمنه بدرجه حراره المطبخ اهي. دي طبعا سمنه بلدي، ليك الحريه ان انت تضيفي اي سمنه، مفيش مشكله. بعد كده اخر خطوه هنا معايا هنضيف لها نص كوبايه ميه بس. والله العظيم انا هضيف لها نص كوبايه لبن، والصراحه خايفه ومرعوبه من النتيجه. وطبعا ايدي نظيفه جدا جدا، هقلبها كلها في اتجاه واحد. طبعا انا المفروض نضيف عليها، انا على طول عمري اضيف عليها نص كوبايه ميه، اول مره اضيف عليها قلت اجربها النهارده بنص كوبايه لبن بدل الميه، اشوف هتطلع ايه. ربنا يستر بقى وما تفكش، عشان لبن وزبادي ربنا يستر. لو طلعت حلوه اقسم بالله هقول لكم ان طلعت حلوه، طلعت وحشه وفكت هقول لكم الحقيقه برضو، واقول لكم ما تجربوا. صينيه دهنها طبعا سمنه، هضيف عليها الخليط بتاعي. ادي الشربات اهو بتاعي بيغلي خلاص، قرب يتقل، هطفي عليه. وادي البسبوسه القمر بتاعتي، اتمنى ان هي تطلع زي الفل ان شاء الله وطعمها جميل. هنجرب ونشوف. انا فتحت الفرن يسخن وهحطها. وادي البسبوسه طلعتها من الفرن، هضيف لها بقى صوابع ايديا قصدي الشربات واوزع كده الشربات عليها. هنا بقى هغطيها شويه كده علشان خاطر ايه، من عوامل النجاح ان انت تغطيها شويه وهي سخنه كده. حاضر يا حبيبي لما تبرد، حاضر لما تبرد اقطع لك، حاضر يا روح. نغطي بقى البسبوسه العظمه بتاعتنا دي عشان ايه ناكلها بعد الغدا ان شاء الله. نغطيها كده ونعمل الغدا. هنقول بقى بسم الله ونحضر الغدا. زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو معايا طواجن. هنعمل ايه؟ هنا معايا كيلو لحمه هقطعه حتت صغيره، وهعمل كباب حله هعمله في الطاجن. معايا البصل، ومعايا هضيف له فلفل رومي، ومعايا التوابل ملح وفلفل اسود وقرفه وزعتر وورق لوري، وايه تاني، وبشره جوز الطيب، وبصل بودر وتوم بودر. وهعمل كمان ايه، هعمل هنا رز معمر، معايا رز ومعايا ايه الحليب. انا هنا قطعت البصل والفلفل الرومي. انا اكتفيت باتنين فلفل بس، يعني حطيت في كل طاجن واحده فلفل رومي وما حطيتش دي. اللحمه قطعتها هي مكعبات صغيره، هوزعها على على الاتنين طاجن.
هرفع الطواجن على النار، واجيب الطاجن التاني ارفعه برضو على النار، هضيف سمنة، والطاجن التاني برضو هضيف له معلقة سمنة كده، اسيب بس السمنة تسيح فيها، المعلقة تسيح كده في الطاجن. معايا هنا بقى التوابل زي ما قلت لكم: ورق لوري، فلفل اسود، توم باودر، توم بصل، زعتر، قرفة. الطاجن التاني نفس الكلام برضو، هضيف نفس التوابل. هقلب بقى الطاجن كده مع التوابل والبصل والحاجات دي كلها مع بعض كده، واقلب الطاجن التاني برضو. والله مش عايزه اقول لكم الريحه خطيره. اول بس كده اما الميه بتاعته كلها تنشف، بصوا هنا اللون غير ازاي بتاع اللحمه. هنا بقى هضيف لها خلاص الميه. اوعي تضيفي ميه بارده، لازم نضيف ميه سخنه عشان الطواجن ما تفرقعش في وشنا، يعوذ بالله يعني. الرز بقى هنا هنعمل الرز خلاص كده. اوريكم الاول الطواجن بتاعتي على النار اهي، هشيل الريم بتاعها واغطيها، ونيجي بقى للرز. ادي انا محضره الطواجن. هنا اللبن، انا فضيت هنا كيلو لبن، كيسين حليب، انا فضيتهم في الشفشق دون او الدورق ده زي ما بتقولوا. هنضيف عليه ملح عشان كله يبقى تحقيقه واحده، وهضيف كمان فلفل اسود. انا ليه ضفت الملح والفلفل الاسود على الحليب؟ عشان انا عملته مره قبل كده وحيقت كل طاجن لوحده، بس للاسف بقى طاجن كان طالع مظبوط، طاجن كان طالع حادق. فانا الصراحه بقى طبعا كان طعمه جميل، بس المره دي بقى انا قلت انا هحيق الحليب علشان خاطر كلهم يبقى تحقيق واحد كده. انا قلبت الملح والفلفل. هنعمل ايه بقى؟ انا هنا الطواجن بتاعتي اهي جاهزه، حطيت في كل طاجن سمنه زي ما انتوا شايفين كده. بس الطواجن بتاعتي كده حطيت فيها سمنه كلها. ما فيش حاجه يا عمر. تسلم يا حبيبي، مش عايزه حاجه. انا مش عايزه حاجه، تسلم. فين البسبوسة؟ البسبوسه بتبرد. وهناخد بقى هنا الرز نضيفه في الطواجن، ونضيف بقى الرز في الطواجن كده، نملى الطواجن رز. ادي الطواجن كلها بتاعتي اهي جاهزه. هضيف عليها بقى الحليب، هضيف على طاجن الحليب. فيكم عاملين ايه؟ الله يسلمك يا عمر، احنا كويسين. الحمد لله كويسين يا عمر. والله بصي الطريقه دي بالنسبه لي انا احسن. طبعا كل واحد ليه طريقته. الله يسلمك يا عمر. يعني انا المره اللي فاتت عملت طاجن الملح بتاعه، لكن انا حاسه دلوقتي المره دي احسن. نعم. دي كده الطواجن بتاعتي. هضيف لها بقى على الوش كده، على وش كل طاجن سمنه، واقلب. معلقه سمنه جميله كده، معلقة سمنة، معلقة سمنة، واقلب. عادي. هدخل الطواجن الفرن. انا طبعا الافضل ان انا حطيتها في صينيه كده، وعلشان خاطر ما احطش كل طاجن لوحده يعني. هدخلهم بقى الفرن. وادي كمان الطواجن بتاعتي اهي، هدخلها هي كمان الفرن. الرز المعمر طلع من الفرن، هضيف عليه بقى كده وهو سخن قشطه.
معايا قشطه، هضيف كده فوق كل طاجن معلقه قشطه وهي هتسيح مع السخونيه. بس كده، وهي مع السخونيه بتاعت الطاجن هتسيح. انا كان المفروض احطها قبل ما يخش الفرن بس انا نسيت، بس مفيش مشكله، هي هتسيح مع سخونيه الطاجن. الوجبه بتاعتي كده خلصت، والطواجن طلعت من الفرن جميله. الوجبه كده بتاعتي. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم يشجعني. وادي البريم بتاع اللحمه، وحبه طماطم كده مخللين، والبسبوسه السكر بتاعتي. بص عايزه اقول لكم طعمها جميل. بسم الله. الله، جميله خالص خالص خالص. طعمها جميل جدا، مرمله وطعمها خطير. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل يديني دافع ان اكمل. بحبكم كتير، دمتم بخير، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.